من أكتر التحديات اللي واجهتني الفترة اللي فاتت وأنا باحاول أصوّر محتوى فيديو، هي إن أنا مش باعرف أحفظ سكريبتات، ما باعرفش أقرا كلام منظّم، مترتّب، مكتوب والتزم بيه 100%. باحب شوية يكون عندي تلقائية وعندي الحرية وأنا باتكلّم، وعشان كمان باحب أعيد المعلومة أكتر من مرّة، ولمّا باقول مصطلح بالإنجليزي باحاول أقوله كمان بالعربي عشان لو في حد بيسمعني وعاوز يتأكد من معنى المصطلح ده، وعشان برضه مخارج الألفاظ ساعات بتخُنّي، لإن الكلام في أوقات كتيرة بيكون بسرعة ومتسارع مع الريتم لمّا بيعلى، فبالتالي كل العوامل بتقول إن أفضل فورمات ممكن أعملها أشارككم فيها بعض من خبراتي ومن التجارب اللي بامُر بيها في شغلي مع العُملا ومع المشاريع اللي باديرها هي البودكاست. أنا اسمي محمد التيتي، أنا باشتغل استشاري تسويق أو marketing strategist، باساعد الشركات اللي بتبيع منتجات أو خدمات أونلاين سواء لأفراد e-commerce أو لشركات B2B إن هم يحققوا نمو كبير مضاعف في المبيعات بتاعتهم growth أو scaling الbrands ديّة بشكل مُربح، بشكل profitable يكون الbottom lines بتاعتهم green، يكون عندهم أرباح، ما يبقاش بيزوّد مبيعات مع خساير عن طريق استراتيجية اسمها الfour pillars strategy. هاكلمكم عليها طبعًا وعن أكتر عن البراندات ديّة في حلقات تانية. أنا طوال الفترة اللي فاتت ديّة أنا ما درستش أو مش خريج تسويق، أنا درست business أو بالتحديد محاسبة، أنا خريج كلية تجارة، ودرست التسويق في جامعة Northwestern University، هي جامعة أمريكية مُعتمدة ومعروفة بشكل كبير أوي، درست فيها social media marketing ودرست فيها marketing strategy. الكلام ده كان تقريبًا في 2013 أو 2014، بس أنا بدأت شغل في التسويق من قبل كده بكتير، نرجع سنتين مثلًا 2012 كمندوب مبيعات أو آآ كadvertising agent، مندوب دعاية وإعلان. من هنا بدأت أتعامل مع العملا ومع الجمهور وأفهم احتياجاتهم التسويقية إيه، ونبدأ ننفذها في شركة دعاية وإعلان كنت شغال فيها، كانت في إسكندرية في الشاطبي. تمام. آآ وبعد كده بدأت أتعلم خدمات تصميم الجرافيك، التصميم بيتعمل إزاي، وبدأت أشتغل فيه بشكل حُر freelancer. صممت لوجوهات، صممت بروشورات، تصميمات لإعلانات على المواقع، تصميمات مختلفة، وفي نفس الوقت كنت دايمًا باحاول أتعلم SEO، أتعلم إعلانات جوجل، أتعلم حاجات كتيرة أوي في التسويق عشان تساعدني في الشغل بتاعي اللي أنا باحاول أعمله، وطول الوقت دايمًا دي من أكتر الحاجات اللي أنا باحاول أعملها، إن أنا دايمًا باحاول أتعلم. you don't know what you don't know، يعني ما فيش حد ممكن يعرف هو ما يعرفش إيه، في الآخر اللي أنت ما تعرفوش يعني زي ما بيقولوا كده ما تعرفوش. تمام. على رأي المثل كده المصري اللي معافك يجهلك، اللي هي نفس المعنى ونفس الرِّتم. فبالتالي دايمًا باحاول آخُد كورسات، باحاول أتعلّم، أقرا كُتب. كانت فترة طويلة أوي قعدت فيها مركّز أكتر على التعليم بجانب الشغل اللي أنا باعمله. اشتغلت بقى حاجات كتيرة أوي، اشتغلت في كتابة المحتوى على مواقع زي ساسا بوست، اللي يعرفهم أراجيك، مع الباحثون المصريون. اشتغلت في السوشيال ميديا تيم مع صعيدي جيكس، لو في حد بيسمعني عارفهم. كان اللوجو بتاعهم حرف S و3 وبعد كده كلمة جيكس. آآ واتعلمت كتير أوي في الشغل ده، وكمان اشتغلت في أعمال تطوعية كتير، اشتغلت في جمعية رسالة أو تطوعت في جمعية رسالة بمعنى أصح، مش شغل بقى يعني، تطوعت في جمعية رسالة، تطوعت مع أصدقاء مع جمعية أصدقاء مدينة أحمد زويل أو جامعة أحمد زويل. تطوّعت مع صُناع الحياة
وجات فترة عليّا كنت مدير لمشروع اسمه إنسان هناك، كان تقريبًا هو ده المشروع الأساسي في الجمعية في فترة من الفترات. كنا بنساعد الحالات اللي معانا أو الأشخاص المحتاجين إن هم يفتحوا مشروع ليهم أصلًا، مش إن هو يكون بياخد مساعدات، لأ يفتح مشروع أو تفتح مشروع يجيب دخل ويستمر معاهم يعتمدوا عليه لحياتهم. أنواع كتيرة بقى من المشاريع، اتعلمت فيها بقى حاجات كتيرة أوي عن دراسة الجدوى، عن دراسة الحالة دي، إنك إزاي تقرا الشخص اللي قدامك وتحاول تفهم هل هو بيكدب عليك والّا لأ. آآ وطوال الفترة ديّة بقى اتعلّمت طبعًا إدارة المتطوعين وإدارة الأشخاص، لإن الموضوع ما بيبقاش سهل. يمكن أكتر موقف بيحضرني وبافتكره في شغلي مع صناع الحياة أول ما رُحت، كان فيه شخص في الإدارة اسمها دكتورة منال، الله يمسيها بالخير، ادّتني دفعة كده في إن أنا أطلع وأتكلّم قدّام جمهور. أنا كنت عمري ما طلعت وعملت presentation أو عرضت حاجة قدّام عدد كبير من الناس. عملتها بس مرّة أو مرّتين وأنا متطوّع في صُناع الحياة. آآ في أحد المساجد كُنّا بعد الصلاة بنعمل زي كده مش خطبة، يعني جملة كده أو جملتين مختصرين للتوعية عن حاجات مختلفة كتيرة للصحة، عن السُكّر، عن فيروس C، حاجات مختلفة. وفي وقت من الأوقات كان حصل إن أنا غطّيت مكان دكتور من الدكاترة اللي كانت المفروض تبقى موجودة، كنت حافظ الكلام إيه بالضبط أو فاهم الكلام بمعنى أصح، وطلعت بقى اتكلّمت. وهي بقى جات بعديها كان في event معمول في مكتبة آآ مبارك، تمام. وقتها للجمعية وحاضروا ناس كتيرة جدًا، كان تقريبًا ختام لحملة كبيرة كانت موجودة في رمضان ساعتها، وادّتني الفرصة إن أنا أتكلّم و و وأتكلّم عن الحملة وعن الجمعية وعن المشاريع اللي موجودة لإقناع الناس والجمهور اللي موجود، عشان ييجي منهم متطوعين، ييجي منهم متبرعين وهكذا. كان حاضرها شخصيات كتير جدًا مهمة، وكان الموضوع ساعتها صعب وكنت متوتر جدًا، بس يمكن دي من أكتر التجارب اللي أثّرت فيّا بعد كده، ودي كانت نقطة فارقة في الcareer بتاعي أو توجهاتي بشكل عام، إن أنا أبدأ أطلع من حتّة الخوف وأحاول أتعلّم حاجة جديدة. وساعتها يعني دخلت وقعدت أحفظ، كانت هي موجودة معايا بتساعدني لحد ما طلعت واتكلمت. ومن وقتها يعني الموضوع تحوّل معايا بشكل كبير أوي. أنا أصلًا شخص انطوائي، يعني وحتى الحياة بتاعتي عمومًا حياة بسيطة وحياة البيت نفسه هادي. أنا ما عنديش اخوات كتير، أنا عندي أخ واحد أصغر منّي، تمام. والدي ووالدتي موظفين، فبالتالي حياة روتينية، حياة طبيعية، حياة هادية، تمام. ما فيهاش اجتماعيات كتير. اللحظة دي أو الجزء بتاع إن أنا أطلع أتكلّم قدّام حد أو أطلع أعمل presentation قدّام حد، ده غيّر ده 180 درجة. خلّاني خلاص يعني بدأت شخصيتي تتكوّن في جزء الاجتماعية ده، إن أنا إزاي أبدأ أتعامل مع أشخاص، أتعامل مع ناس وأقدر أطلع قدّامهم وأشرح وأعرض معلومة وأقنعهم بحاجة أو cause أو هدف معيّن أنا عايزهم يعملوه. تطوعي بقى ده يعني دخل في حاجات كتيرة أوي وممكن أبقى أحكي عنه تفاصيل أكتر عشان ما يعني في قصص كتيرة وحكاوي كتيرة ممكن نحكيها حصلت ومواقف كتيرة حصلت معايا في فترة التطوع. ودي كانت من الحاجات اللي فعلًا شكّلت شخصيتي. آآ طبعًا وأنا في الوقت ده كنت كده بادرس وكمان كنت شغال freelancer، اتعلمت برمجة المواقع، تمام. بدأت أعمل مواقع لشركات كتيرة ومؤسسات كتيرة أنا شغال معاها. يمكن من المواقع اللي كانت عزيزة أوي عليّا وأنا باعملها في بداية حياتي وبداية شغلي، كان موقع ل foundation اسمها have a dream. foundation جميلة جدًا وعاملها شباب جميل جدًا. مؤسسها محمود عبد المجيد، هو صديق بيحب السفر، وكان بيدوّر على إن هو إزاي يساعد الشباب إن هم يطلعوا يسافروا برّه، يخوضوا تجارب جديدة وتجارب مختلفة، تمام. بس من غير
ما يتحمّلوا تكاليف سفر كبيرة عن طريق إن هم بيطلعوا يتطوّعوا مع مؤسسات و foundations international كتيرة جدًا، ونجح في ده وبدأ بدأ ساعتها المؤسسة دي، وأنا كنت من أكتر الحاجات اللي أنا فخور بيها إن أنا كنت من الteam اللي بدأ معاهم حاجة زي كده. كان ليّا دور في البداية سواء في السوشيال ميديا أو الcontent أو لمّا عملت الwebsite. أنا ما قُلتلهمش أنا هاعمل website، أنا رُحت عملت الwebsite وقُلت لهم فاجئتهم بيه وعجبهم جدًا، وكانت من أكتر الحاجات برضه اللي فرقت معايا كتير بعد كده. بس يعني أنا دايمًا من الحاجات اللي بامُر بيها إن أنا ملول. ملول يعني مش باحب أفضل أعمل نفس الحاجة كتير وقت طويل أوي قاعد على جهاز أو على كمبيوتر 3، 4 ساعات، يعني ما باعملش أي حاجة غير كده. البرمجة والتصميم كانت دايمًا محتاجة حاجة زي كده، محتاجة إن أنا أفضل موجود بالشكل ده. أنا باحب أخرج، عاوز أتعامل مع أشخاص، عايز أتعرّف على ناس جديدة، فشوية البرمجة والتصميم كانت هي الجزء ده، فكانت مهارات كنت باقدر في وقت من الأوقات أشتغل فيها بشكل professional. وصلت فيها إن أنا عملت براندات قوية جدًا الحمد لله، دي الهوية كاملة ليها، ومواقع كبيرة شركات في الإمارات وفي أمريكا. وفي نفس الوقت كان أكتر حاجة أنا باحبها المحتوى، أكتر حاجة باحبها هي إن أنا أعمل تسويق، إن أنا إزاي أستغل المهارة دي، أستغل التصميم، مهارة التصميم أو مهارة البرمجة للمواقع في إن أنا أبيع حاجة أو أسوّق لحاجة، أسوّق لفكرة، نجمّع تبرعات، ن ن نبيع خدمة، نبيع حاجات. عشان كده حتى يعني أنا بعديها بكام سنة رُحت اشتغلت في شركة في إسكندرية، كانت في شارع عند مسجد فوزي معاذ أو شارع فوزي معاذ، يعني في سموحة. تمام. الشركة دي كانت بتبيع حاجات tech، كان اسمها techbit. دي برضه كانت من التجارب اللذيذة جدًا، اتعرّفت فيها على أشخاص محترمين كتير واتعلمت منهم كتير يعني. آمم كان هو من أكتر الحاجات اللي خلّوهم يشغّلوني معاهم إن أنا عندي skill set مختلفة، باعرف أعمل تصميم، باعرف أعمل برمجة، فاهم في التسويق، باعرف أعمل محتوى. فبالتالي كنا بنبيع بقى ساعتها عاملين account تاجر على مواقع OLX وعلى مواقع أمازون وجوميا، وإزاي بقى إن إحنا نبيع عليهم ونسوّق عليهم المنتجات دي والfulfillment بقى بتاع المنتجات دي إزاي والحاجات دي كلّها. كانت تجربة لذيذة خدتها، كانت تقريبًا في 2014 أو 2015، يعني مش متذكر أوي، كانت تقريبًا قبل ما أبدأ شركتي الأولى بسنة أو سنتين. تمام. أنا دايمًا يعني بدأت بدري أوي موضوع إن أنا أعمل شركة، لإن أنا من أكتر الحاجات اللي كانت دايمًا مهمة بالنسبة لي موضوع الحرية، إن أنا حُر. أنا حُر في وقتي، حُر في الموارد اللي موجودة معايا، وده كان نابع من حتّة المسؤولية. والدتي الله يرحمها كانت من أكتر الحاجات اللي هي بتحاول تعلّمها لي هي موضوع المسؤولية، إنه أنت لازم تتحمّل مسؤوليتك، ولازم تكون عندك القدرة إن أنت لو عاوز تجيب حاجة أنت اللي تحوّش وتجيبها. برغم إن والدي ربنا يدّي له الصحة مش حارمنا من حاجة أو مش مقصّر في أي حاجة. آآ بس هم كانوا دايمًا عندهم الجزء ده، بيحاولوا ينمّوا جوانا أنا أو أخويا المسؤولية. ومن هنا جِه موضوع إن أنا عايز أكون حُر، لإن الحرية تساوي مسؤولية بمعنى أصح، وده اللي اتربيت عليه. فحُر بقى ديّة حُر في كل حاجة، حُر في وقتي، حُر في الشغل بتاعي. عشان كده كان دايمًا يعني مش باحب أشتغل في شركة عند حد. اشتغلت كتير، اشتغلت في شركة تسويق اللي كانت في إسكندرية كمندوب دعاية وإعلان. واشتغلت في كIT specialist في مركز تعليمي برضه تاني. واشتغلت في الشركة اللي هي تكبيت كe-commerce specialist. تمام. ويمكن دول تقريبًا هم ال3 أو ال4 شغلانات اللي أنا اشتغلتهم تقريبًا في شركة أو عند حد بمواعيد عمل بشكل منظم كده. باقي بقى كل الشغل بتاعي كان كله freelance، سواء في الdesign أو في المحتوى أو في الSEO أو في السوشيال ميديا أو في Google ads، في كل الحاجات دي كلها. تمام. أرجع تاني لجزء الحرية. فيمكن بقى الحاجة كحرية أكتر كانت بالنسبة لي هي الحرية المالية.
اللي هو أنا عايز يكون آآ عندي الملاءة المالية إن أنا يعني أقدر أجيب الحاجات اللي أنا عايزها، أقدر أجيب لبس، أقدر أخرج، أقدر أسافر، أقدر أعمل أي حاجة أنا عاوزها، وما أحمّلش والدي عبء حاجة زي كده، إزاي أعتمد على نفسي، إزاي إن أنا يكون عندي القدرة دي، وده كان لفترة طويلة جدًا كان أكبر دافع موجود عندي. آآ عشان كده أنا باقول على نفسي شخص مادي شوية. ده في ناس كتير ممكن تعتبره عيب، بس أنا honest وصريح في حاجة زي كده. وعشان كده دايمًا أنا في الخدمات اللي باقدّمها ما باقدّمش حاجة بسعر رخيص خالص، دايمًا السعر بتاعي بيكون premium أو باقدّر قيمة الشغل اللي أنا باعمله عشان أنا باحُط فيه مجهود ووقت وخبرة كبيرة، باقدّره برضه في السعر والخدمة، عشان كده ناس كتير تيجي تشتغل معايا بتستغرب من ده يعني، بس هو دي حاجة أساسية أنا دايمًا باحاول أعملها، إن أنا في value كبيرة أوي باقدّمها، فلازم تكون متقدّرة بسعر كبير برضه مناسب للvalue ديّة، تمام؟ فالحرية المالية كانت هي دافع أساسي كبير أوي ليّا، وكمان لإن أنا طول عمري باحب الأرقام وباحب الاقتصاد. الاقتصاد بالنسبة لي كان حاجة باحب أقرا عنها، باحب أتفرّج عليها، أفهم الفلوس دي بتشتغل إزاي، البنوك دي بتشتغل إزاي، البورصة بتشتغل إزاي، وعمري ما هانسى في 2008 لمّا كنت باحاول أتعلّم البورصة المصرية، وأجيب الcharts وأقعد أقلِّب فيها وأحلّلها وأشوف الأسهم والسندات والدهب والبترول وأسعار الشركات والS&P 500 وNASDAQ، وأبدأ أشوف المؤشرات العالمية وأتابع الحاجات دي كلّها، وكان عندي كُرّاسة بتاعة الرسم البياني دي أقعد أرسم فيها الcharts بإيدي وأشوف الأرقام وأتوقع التحليل الفني يعني كانت 2008 يعني أنا مش عارف كنت باعمل كده ليه ساعتها يعني، بس كانت حاجة من الحاجات اللي أنا كنت باحاول أتعلّمها وباعملها، وما زلت لغاية دلوقتي يعني بinvest في البورصات بشكل عام، ومن المهارات اللي أنا اكتسبتها من وأنا صغير يعني. فالحرية المالية كانت هدف أساسي وحاجة مهمة جدًا بالنسبة لي، وبالتالي كانت دافع في كل الشغل اللي أنا باعمله، في كل الخطوات اللي أنا باحاول آخُدها، في كل في كل قرار أنا باخده، لإن في الآخر لو أنا عايز أكون حُر فعلًا، لازم أكون حُر ماليًا، لازم يكون عندي القدرة إن أنا أfinance الحرية دي، ما ابقاش أقول أنا حُر وأنا مُعتمد على مصدر الدخل بتاعي من حاجة تانية، لإن اللي متحكم في ده هو اللي متحكم في حريتك. ده بينطبق على كل حاجة، بينطبق على الأشخاص، على المؤسسات، على الدول، على كل حاجة، تمام؟ ف 2016 بقى نرجع تاني للجزء ده، 2016 بدأت أول شركة ليّا، كانت شركة تسويق، ومن وقتها بدأت شركات كتيرة جدًا ودخلت في شراكات مختلفة يعني خسرت فلوس كتيرة، يعني أنا مش هاكدب أنا خسرت تقريبًا almost يعني 4.000.000 جنيه تقريبًا في استثمارات مختلفة وقرارات حاجات وشراكات مختلفة، في مطاعم، في تجارة، في tech، في blockchain blockchain وبيتكوين و وبورصة وعقارات، يعني في حاجات كتير أوي، تمام، الخساير دي يمكن هي من أكتر الحاجات اللي أنا اتعلمت منها، وطلعت منها بدروس كتيرة لغاية النهارده، مش باندم للحظة على أي خسارة فيهم، لإن كل واحدة منهم علّمتني حاجة جديدة وعلّمتني درس جديد. فكرة يا جماعة إن أنت تبقى مسؤول عن business أو عن شركة، حاجة مختلفة تمامًا عن إن أنت تكون موظف أو شغال، هي مش حاجة حلوة، يعني لو أنت متوقع إن أنا هاقول لك إن دي حاجة حلوة وإن هي بقى الحرية دي حاجة جميلة، لا، لا، لا خالص، يعني ده فخ، فخ بجد والله ومش أي حد يستحمله. كمية الضغط النفسي والعصبي والمالي والتفكير اللي ما بيوقفش، لو أنت شغال في موظف فأنت خلاص بتبقى عندك شغل معين بتحاول تعمله، يوم ما هتعمل حاجة زي دي هتبقى بتشتغل مثلًا حاجة part time جنب الشغل بتاعك، حاجة freelance مصدر دخل إضافي، تمام، بس إنك تكون شركة أو صاحب شركة، صاحب business، صاحب أكتر من business، ده يعني stress كبير أوي، لأن أنت في الآخر متحمل مسؤولية
ناس كتيرة، تتحمّل مسؤولية عُملا، لإن سُمعتك هي أهم حاجة في أي حاجة، أهم حاجة. يعني أنا سُمعتي بالنسبة لي ديّة هي يمكن هي دي الأساس في كل الشغل بتاعي. أنا ما بيجيليش عُملا دلوقتي من إعلانات ولا أنا active على السوشيال ميديا بانزّل كل يوم 10، 15 بوست وعمّال أطلع live كل شوية والحاجات دي كلّها، خالص. كل العُملا بييجوا لي من شغلي، من اسم شركاتي ومن اسمي أنا في السوق نفسه، تمام. فسُمعتك دي مسؤولية كبيرة أوي، تمام. العُملا اللي موجود معاك والفلوس اللي هُم بيحطّوها معاك، سواء عشان تعمل لهم حملة إعلانية قوية أو تعمل لهم استراتيجية تنجّح المنتج الجديد والخدمة الجديدة بتاعتهم أو تدخّلهم market جديد أو موقع مثلًا عايزين يعملوه أو أيًا كان خدمة أو منتج من اللي أنا باقدّمهم، دي مسؤولية كبيرة أوي. وكل قرش الشخص ده بيinvest معايا هو أنا هاتحاسب عليه. ده حاجة أنا مؤمن بيها جدًا وباوصّلها لكل الteam اللي شغّال معايا. لإن في الآخر ده شخص وثق فيّا، وثق في الteam بتاعي إن هو خلاص بيحُط معانا مبلغ ما مقابل الخدمة دي، إن هي هتجيب له عائد في الآخر. فدي ثقة، دي حاجة مهمة، دي مسؤولية مهمة جدًا وبتخلّي دماغك على طول فاتح الdashboard وعمّال تبُص على الأرقام وعلى طول كل شوية تبُص وتcheck تشوف الحملات وتشوف الأرقام بتاعة الanalytics عاملة إزاي، تبُص على الdashboard بتاعة المبيعات، تبُص دايمًا على الأرقام دي كلّها. الحاجة التانية بقى الteam نفسه. الteam ده هو سواء أشخاص senior أو أشخاص لسه بيبدأوا الcareer بتاعهم، هم مسؤولية. مسؤولية من أول حاجة إن هم لازم في الآخر ليهم مرتب هم متوقعينه ولازم يوصلوا له. أنت بقى كسبان، خسران، عندك مشاكل مش عارف إيه، عميل اتأخر عليك في الدفع، عندك مش عارف حوارات في الدولار، عندك حوارات في التحويلات، عندك أيًا كان المشاكل الموجودة عندك، هو في الآخر متوقع ده ومُعتمد عليك، لأن هو في الآخر عنده مسؤوليات وعنده حاجات تانية هو مُعتمد فيها على الراتب اللي بييجي له ده، تمام. فدي مسؤولية كبيرة جدًا. إن أنت خلاص أيًا كان اللي هيحصل لازم توفّر له ده، وفي نفس الوقت تحافظ على الشخص ده. يعني إيه؟ يعني هو مع كامل احترامي والكلمة صعبة، ما هوش عبد عندك، لأ هو يعني شغال معاك، مش شغال عندك. يمكن ده جاي عشان أنا أصلًا ما كنتش باحب الconcept ده وأنا شغال في شركة أو في حاجة، ودايمًا باحاول دايمًا عندي حتّة إن أنا لأ، أنا مش شغال عند حد، أنا already في value باقدّمها، في قيمة معيّنة باقدّمها، فأنا الشخص ده شغال معايا. هو مش شريكي في الbusiness، ما لوش في يعني ما هوش شريك، بس في الآخر هو شخص مُنوّط بيه أو مطلوب منّه حاجات معيّنة، مسؤوليات معيّنة بيبدأ يعملها، وبناءً عليها هو متوقّع منّك أنت تعلّمه، تدّي له من خبراتك، يتعلّم معاك ويجرّب معاك، تمام. وفي نفس الوقت هو عنده حياة وهو شخص، ما هوّاش عبارة عن آلة. فجزء المشاعر ده مهم أوي، إن أنت إزاي تراعي الناس. يعني كتير أوي ممكن يعترض على ده أو يحس إن دي حاجة مش أحسن نصيحة، بس يمكن من الحاجات اللي أنا اتعلمتها في إدارة الأشخاص، هي إن أنا ما باديرهمش بالtarget أو بالهدف بس، لأ، بال بالcompassion، بالمشاعر. لإن هو شخص زيه زيك، ما فيش أي اختلاف، عنده مشاكل وعنده حاجات تانية، عنده مسؤوليات، عنده طموح، عنده أهداف وحاجات عايز يوصل لها. فلو أنت ما راعيتش ده، هو مش هيراعي معاك أي حاجة تانية. هو في الآخر هيبقى خلاص يوم ما هيحصل حاجة، هو بيتعامل معاك بورقة وقلم، فأنت بتتعامل معاه بورقة والقلم. فالورقة والقلم مهمة، وإن الدنيا تكون واضحة مهمة، ودي حاجة أساسية دايمًا في كل الشغل بتاعي. في نفس الوقت في جزء تاني المساحة الشخصية. أنا دايمًا، دايمًا، دايمًا باحاول يبقى في حدود بيني وبين أي حد أنا باشتغل معاه، خصوصًا الستات والبنات. بس في نفس الوقت يعني لازم يكون في مرحلة من الاهتمام، إن أنت لو حصل مشكلة في تقصير في الشغل، مش أول حاجة باقولها أنت قصّرت في الشغل مخصوم لك. طب ليه حصل التقصير؟ ليه حصل حاجة زي كده؟ لإن أكيد ما فيش موظف عاوز يمشي من الشغل بتاعه، لإن طبيعي إن أنت التقصير الكتير بيخلّيك تسيب الشغل، ماشي. فلو أنت بتتقي ربنا في الوصف الوظيفي بتاعك، في طريقة الشغل نفسها، وبتحاول تطوّر منها وتطوّر من الشركة بتاعتك، وفي الآخر بتراعي ده، الموظف نفسه خلاص هيحاول يأدّي أحسن حاجة ممكنة عنده. لمّا يحصل تقصير بقى، التقصير ده جاي منين؟ هل في مشكلة معيّنة مثلًا عنده في حياته؟ طيب بتحاول تراعي ده، بس برضه بحدود، لإن في موظفين برضه
خلاص بقى هو بيتمادى في حاجة زي كده. فأنت بتراعي النقطة دي، وبتراعي الظروف اللي موجودة، وبتراعي كل حاجة، وبتشوف إيه اللي ممكن تطوّره في الشغل، تسأله، تاخد منه feedback على الشركة وعلى الشغل نفسه، بس مش حد لسه جاي يشتغل بقى له شهرين، فأنت تاخد منه feedback على شركتك اللي بقى لها 6 سنين، لأ يعني لو حد فعلًا أنت عندك شايف إن هو العقلية بتاعته، ودي أهم حاجة، يعني كلمة عقلية دي هنبقى نتكلم عليها، تمام، بتناسب ده، وهيدّيك فعلًا feedback أنت مستنيه منه، مش اللي هو باسمع منك بس عشان خاطر إيه، أنا جاي أسلُخك، فأنا عايزك الأول تقول لي عشان إيه لمّا أسلُخك يبقى أنت كده قُلت لي اللي عندك. ما تاخدهاش بالشكل ده وما تاخدهاش بشكل نديّة، يعني أسوأ حاجة ممكن مدير يعملها إن هو يبقى نِدّ للموظفين بتوعه، وأسوأ حاجة إن هو يكون بيستغبى الموظفين أو هو عن قصد بيعيّن موظفين أقل خبرة وأقل مهارة منّه عشان ما ينطّوش فوقه أو عشان ما يبقوش أحسن منّه، لأ بالعكس، المدير الذكي هو اللي بيعيّن team ذكي. وبيحاول يطوّر من الteam بتاعه عشان يكون أشطر منّه، لدرجة إن هو لمّا يوصل لمرحلة إن هم أصلًا ممكن الشغل يمشي من غير ما هو يكون موجود، وما لوش لازمة. دي يمكن من الحاجات اللي أنا باحاول دايمًا أعملها، إن الteam بتاعي يكون عنده الexperience إن هو يقدر يlead الشغل، وكل واحد منّهم يقدر يفتح business ويقدر يروح يتعيّن marketing manager في أكبر براندات، وده حصل مع ناس كتيرة اشتغلت معايا على مدار السنين يعني، تمام؟ آمم فجزء الإدارة يعني إدارة الأشخاص من الحاجات برضه اتعلمتها في جزء الشركة، 2016 أنا بقت أول شركة ليّا وبعديها بقت شركات كتيرة، لحد ما حاليًا يعني أنا حاليًا شريك آآ في agency اسمها boost تمام، شريكي فيها هو شريف مخلوف، دكتور في الجامعة الأمريكية وكان في وقت من الأوقات الCEO لجوميا تمام في مصر. هاكلمكم عن حاجات كتيرة أوي وتجارب كتيرة أوي حصلت بيننا مع بعض، وإزاي اتعرفنا على بعض، وإزاي already طوّرنا boost وبدأنا الشغل فيها، وحوّلنا boost من الشغل في الUS market بس وكندا، لإزاي دخلنا بيها الMiddle East والتجارب الكتير اللي عملناها serving يعني hundreds of clients يعني على مدار السنين اللي فاتت دي كلّها. boost حاليًا متخصصة في حاجتين بس، إن هي بتساعد الe-commerce brands اللي بتبيع ب2.000.000 جنيه plus إن هي تscale وتبيع ب10.000.000 جنيه و20.000.000 جنيه، تمام، بشكل profitable من غير بس ما تزوّد بس ميزانية الإعلانات، لأ، عن طريق التعديل في الجزء التجاري، الcommercial plan نفسها والstrategy بتاعتهم، الbrand positioning ماشي، performance بس performance with branding يعني، وهابقى أتكلم برضه على الconcept ده في حلقة من الحلقات اللي جاية، تمام. والجزء بتاع المحتوى والcontent وطبعًا التحسين بتاع الconversion rate على الموقع بتاع الe-commerce وعندنا solution تاني اسمه webinar boost ده solution متخصص فيه من اسمه الwebinars أو الlive sessions الonline master classes إنك إزاي تقدر تعمل online webinar ناجح ييجي لك فيه الجمهور المستهدف بتاعك بشكل صح، خصوصًا لو أنت بتقدم خدمة أو service صعبة مش سهل إن أنت توصل للdecision makers بسرعة، فالsolution ده هو اللي بي 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 إزاي إن إحنا بنعمل automated webinar solution أو done for you funnel webinar ناجح، مستهدف بشكل صح، يجيب لك الجمهور بتاعك، يبقى في attendance rate عالي، يعني نسبة حضور كبيرة، مش مثلًا سجّل 100 شخص وييجي 10 لأ، إزاي ييجي 30 و40 و50 شخص يحضروا، بsystem كده بنعمله وprocess بنعملها، تمام، من أول ما الشخص بيخش على الlanding page أو صفحة الهبوط اللي بيسجل عليها لحد ما قبل الwebinar ب5 دقايق، أول ما كمان live في الwebinar، وإزاي بعد كده الwebinar ده تحوّله لlead magnet تمام، أو طريقة تقدر تجيب بيها more clients أو عُملا محتملين تانيين ومستمرين. الwebinar boost ده إحنا تقريبًا عملنا أكتر من 1000 أو 1500 webinar على مدار السنين اللي فاتت دي كلّها، في كل حتّة في العالم حرفيًا، يعني وفي services وخدمات كتير صعبة وكتير مختلفة، وفي نفس الوقت حاجات برضه سهلة ومعروفة، واشتغلنا مع brands كتيرة جدًا معروفة في العالم وفي مصر. آمم، بس يعني أنا مش عايز أطوّل أكتر من كده، يعني لو أنت مكمّل معايا لغاية دلوقت فتحياتي ليك، أشكرك جدًا إن أنت يعني استحملت الرغي الكتير ده، وأتمنى يكون أنا قُلت أي حاجة تكون مفيدة ليك. إن شاء الله الplan إن يكون في عندنا حلقات جاية مختلفة، نتكلّم فيها بقى على حاجات كتيرة أوي من التجارب ديّة، واشارك فيها
شوية من الخساير وفي نفس الوقت المكاسب برضه اللي حصلت على مدار ال السنين اللي فاتت دي كلّها معايا. شكرًا جدًا ليكم، كان معكم محمد التيتي، مع السلامة.